حد يحكي لك هاي رياض الأولاد شو بتردي عليه؟ صح بضحك يعني خلص يعني صرنا 2023 هذا شيء كثير قديم. لا أبدا مش الأولاد. شو بتتمني بحياتك بشكل عام وبمجال الرياضة؟ أنا صراحة بتمنى إني أطور حالي كتير. أنا اسمي سارة بيتاوي، عمري 19 سنة، حاليا بدرس ترجمة بجامعة النجاح، وإلي بلعب من 2017 بنادي أكاديمية الأقصى للكاراتيه. أنا اسمي سنة حاتم البيتاوي وعمري 15 سنة، صف 10، ومن نابلس فلسطين. بصراحة بابا كان يلعب كاراتيه قبل، فهو اللي شجعنا أنا وسارة، وكانت أختي معي، فخلص هذا كان دافع يعني إنه إحنا نفوت كاراتيه مع بعض. وأنا بشكل عام كنت بحب الرياضة صغيرة، كنت دائما بشارك بماراثونات، بلعب كرة سلة، كرة يد هيك. بس اللي فعليا خلاني أدخل الكاراتيه هو بابا، لأنه هو أصلا بلعب كاراتيه كان، وإله من زمان بقنع فيه حتى من أنا صغيرة، بس لسه ما كنتش مقتنعة كتير بالفكرة، وجربتها وحبيتها. هي صارت زي روتين، نظام يعني حياة، فيعني كانت تفريغ طاقات وتنضاية وقت ما إني كنت صغيرة يعني، فضلت هي ماشية لهلا الحمد لله، كتير بحبها. حاليا أنا بالحزام البني، المفروض هو أنا أكون ماخذة أسود، بس لأنه صار فترة كورونا وتوجيهي وهيك فقطعت فترة يعني، فلسه ما قدمت الحزام الأسود. أما بالنسبة للمسابقات شاركت في بطولة فلسطين، هاي بتصير كل سنة بيعملوا تصفيات بين أهل الضفة وأهل غزة، وبيعملوها بغزة، يعني إحنا عملناها هذا بشهر 1 وكل سنة كنت بشارك فيها. يعني أنا كنت متوقعة إنه يأثر على دراستي، بس لا، يعني هو كنت أنا أروح من النادي وينظم وقتي، بالعكس إني أنا خلص أول ما أروح لازم أبلش دراسة. حتى أنا تحجبت يعني وأنا في الكاراتيه، ما فتت ما كنت متحجبة، وتحجبت خلال الكاراتيه والحمد لله يعني أيوه ما في أي عائق، بالعكس زي تشجيع لباقي البنات اللي بدخلوا على الكاراتيه جديد كمان من نادينا، والحمد لله. يعني بالعكس بحب إنه كيف يشوفوا البنات إنه هاي في بنات محجبات بيلعبوا كاراتيه، يعني كثير ناس بيحكوا إنه هاي رياضة للأولاد، مع إنه هذا الحكي أبدا مش صح. فبالعكس يعني بحس فخر إنه يعني بنلعب، بنقدر هنا محجبين بنقدر نلعب رياضة بالنسبة لي. أحلى إشي صراحة بتذكر أول مرة لما فتت بطولة، كانت بطولة الشمال، كان عمري أتوقع كانت 2018، وحست على المركز الأول، كنت حزام برتقالي، وكان البنات اللي بيلعبوا ضدي حزام أسود، فبالنسبة لي هذا كان إنجاز يعني، وكان كتير شعور حلو إني أنا أخذ مركز الأول يعني. كان إشي كتير غريب، لأنه يعني بحياتنا ما توقع إنه ممكن نفوت غزة، وخصوصا من خلال الرياضة أصلا. كان إشي كتير غريب، صح كتير تغلبنا، لأنه الحواجز كتير فتشوا، واليهود طبعا بيقصروش، بس بيحبوا إنهم يغلبوا مش أكتر، بس الشعور كتير حلو كان. إن شاء الله نضل مكملين ولا نعمل إنجازات ونرفع علم فلسطين إن شاء الله برا، يعني هذا هو الهدف. نتخطى مرحلة إنه بس نشارك ببطولات محلية، بالعكس إن شاء الله إنه نصير نشارك ببطولات دولية ونرفع علم فلسطين برا إن شاء الله.